السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية الميت يعطي الحليب للحي في المنام للإمام ابن سيرين. وحابة أذكركم أن تفسير الأحلام ما هو إلا اجتهادات ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم ما تنسوا تحطوا اللايك وتنزلوا تصلوا على النبي في الكومنتات. رؤية الميت بيعطي لبن للحي أو يعطي الحليب للحي في المنام من الرؤى الطيبة والمحمودة جدا، والرؤى اللي بتدل على خير للرائي وخير للميت أو المتوفي. ورؤية اللبن في المنام، في ان الميت بيعطي لبن ليه او بيعطي حليب للرائي في المنام، فده بيدل على قدوم الخير لصاحب الرؤية او صاحبة الرؤية. والميت هنا جاي يبشره بخير ورزق كبير جايله، وكمان رؤية يعني من الرؤى الطيبة جدا اللي ممكن يشوفها صاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية. وخصوصا لو كان صاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية بيمر بضيق أو بيمر بتعثر في أمور حياته، فده بشرى ليه بالانفراج والرزق الواسع جدا. في بعض الأحيان الرؤية دي بتيجي للأشخاص اللي متأخر عنهم الحمل، فدي بشرى ليهم بالذرية الصالحة الطيبة المباركة بأمر الله تعالى. كمان رؤية رؤية الميت ان هو بيعطي للرائي او للحي لبن، وكان اللبن ده نظيف خالي من التشوهات، فده بيدل على فتح ابواب رزق كتيرة قوي للرائي لم تكن في الحسبان، يعني مش على، يعني مش في حسابات الرائي. لو تاجر فبشرى ليه برزق واسع وازدهار تجارته ونموها، ويعني مكاسب طائلة هتعود عليه بأمر الله تعالى. كمان رؤية ان الميت بيعطي للحي الحليب في المنام من الحاجات اللي بتدل ايضا على حسن يعني على حسن او رضا الميت عن الرائي وعن دعواته ليه، وعن يعني انه بيعمل له صدقات جارية او بيفتكروا بالذكر والدعاء دايما، والله تعالى اعلى واعلم. كمان رؤية الفتاة العزباء ان ميت بيديها حليب في المنام، فده او الشاب الاعزب، فده بيدل على زواجها او بشرى بالزواج القريب في الفتره القادمه بامر الله تعالى. والطالب اللي بيشوف الميت بيعطيله الحليب للحي وشربه، فده بيدل على تفوقه واجتهاده في دراسته وتوفيقه فيها بامر الله تعالى، والله تعالى اعلى واعلم. المطلقه اللي بتشوف ان الميت بيديها الحليب في المنام، فده بيدل على سعه الرزق ليها